هاي، انا مي. رجعت لكم تاني. ده كلام الناس اللي بتقول دايما في التلفزيون والراديو، بس انا قلت لكم ان انا دايما هتكلم من الفلو بتاعي. وده السبب اللي خلاني ما انزلش اي حلقات. حاسه ان كلمه حلقات و episodes وحاجات كده very formal، بس يعني ده اللي خلاني ما نزلش فيديوز من المره اللي فاتت. دي كلمه الطف اخف. آه، انا بشتغل. حصل ان انا بعد ما نزلت الفيديو الاولاني ان الدايره بتاعتي الصغيره، اصحابي القريبين مني، فضلوا يقولوا لي استني يبقى عندك بروفيشنال equipment، استني يكون عندك مايك، استني نجيب كاميرا، استني نعمل ماركتينج كامبين. لا، مش هينفع تعملي بس ريليس للفيديوز على سبوتيفاي او اليوتيوب من غير ما نبقى عاملين ماركتينج. وانا لو اتعلمت حاجه في حياتي، انا اتعلمت حاجات كتير اكشلي. انا مش عايزه اقول حاجات نيجاتيف، ودي حاجه كويسه ان انتوا كمان تتعلموها، ان انتوا دايما تبقوا observant. يعني انتوا بتشوفوا انتوا بتتكلموا ازاي، how you act, how you feel and how you are. وتبتدوا تصلحوا لنفسكم، ودي حاجه يعني لايف تايم بروسس. ف دلوقتي اخدت بالي انا اتعلمت حاجات كتير قوي في حياتي الحمد لله. I'm so grateful وتاكسم يعني. متشكرة يعني لربنا ولليونيفرس وللإنرجي إن أنا اتعلمت الحاجات دي. وطبعا لكل الناس اللي قابلتها في حياتي، سواء مدرسين، سواء مدربين، سواء هيلرز. يمكن هقول اسم بس عشان هو غير كتير قوي في حياتي، كان سبب من الأسباب إن أنا ابتدي رحلة التشافي بطريقة مور أكتر focused و concentrated. هو دكتور إيهاب حمارنا. اتمنى ان انا يعني انا عايشه في السويد، هو ما بيجيش السويد خالص، بس اتمنى ان انا في يوم من الايام يجمعنا مكان او احضر له ورك شوب او اي ايفنت من الايفنتس اللي هو بيعملوها. هو والبارتنر بتاعته كمان جميله جدا. بتتكلم كتير عن الفيمينين انرجي. فلو انتي بنت او ست، ممكن برضو اسمها مديحه. هتلاقي لها الشانل بتاعتها على اليوتيوب، وهتلاقي ايهاب، دكتور ايهاب، الشانل بتاعته على اليوتيوب. اسمعوه لو انتوا حاسين ان انتوا عايزين تتعمقوا اكتر في الكلام، الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها في البودكاست ده. فالمهم فاتعلمت ان انا اسمع شويه، وان انا ما بقاش عناديه، لان انا كنت عناديه جدا وانا صغيره. وانه دايما الناس عندها يعني point of view وفي perspective تاني انا دايما مش شايفاه. فقلت طب اوكي، يلا نعمل كده. فعملت اوردر لميكروفون، وعملت اوردر ل ترايبود وحاجات. بس للاسف لسه ما وصلتش لحد دلوقتي. وانا يعني انا عندي فلو. بس انا برضو يعني وللستات كلهم انا قلت ان انا هشتغل البودكاست ده. وبالنسبه لي مش شغل قوي قد ما هو حاجه انا عن طريقها اقدر ادي يعني back. I want to give back to the community. I want to give back to the world. حلمي ان انا اغير العالم كله، بس مش اغير العالم كله ان هو يبقى شبهي، او ان انتوا تفكروا زيي، او ان انتوا يبقى ليكم نمط معين او شكل معين، غير ان انتوا تبقوا نفسكم. يعني احنا كل بني ادم فينا we are very unique creatures species. احنا مختلفين، وربنا خلقنا مختلفين. فاحنا بس محتاجين ان احنا تو امبريس الاختلاف ده. بس الفكرة انه لو انت بصيت حواليك في المجتمع، انا عارفه انتوا بتستخدموا السوشيال ميديا كتير، بصيتوا على السوشيال ميديا فاحنا كل الناس بقت شبه بعض. وده احنا ربنا ما خلقناش مختلفين عشان احنا نفضل نحاول ان احنا نبقى شبه بعض، ونعمل كل حاجه عشان نبقى شبه بعض، ونشتري كل حاجه عشان نبقى شبه بعض، ونروح نعمل عمليات عشان نبقى شبه بعض. انا حابه ان انتوا تلاقوا نفسكم. وهي دي الرحلة اللي أنا هعيشها معاكم، إنكم إزاي تتعرفوا على نفسكم بجد، الحقيقية الداخلية، الأوثنتيك، الجنوين، وتعرفوا رسالتكم في الحياة.
و... وتعيشوا من الحتة دي، لان الحتة دي حلوة قوي، وهو ده المكان اللي انا فيه دلوقتي، ان انا حاسة كل حاجة انا بعملها، حاسة ان انا دي مي. دي مي اللي بتتكلم، دي مي اللي بتتحرك، ان دي مي اللي بتعبر عن نفسها، دي مي اللي متصلة بالارض، متصلة باصلها. فانا نفسي انتوا كمان توصلوا للمرحلة دي. فالمهم، انا ست، واحنا عندنا سايكل. السايكل دي مرتبطة بالمون. انا عارفة ان يعني في ستاديز كتير بتقول ان الرجالة كمان عندهم سايكل، بس انا to be honest انا ما I didn't dig deep في الحتة دي، لان انا مش راجل. بس السايكل بتاعت الرجالة بيكون 24 ساعة. احنا السايكل بتاعتنا زي المون. فاول اسبوع لما بيتولد نيو مون، بيكون الست محتاجة ان جسمها يرتاح وهي ترتاح، تريلاكس، لانه اوريدي بيكون بيحصل في جسمنا تغييرات كتير قوي. جسمك يعني جسم الست بيكون شغال، يعني احنا جسمنا على طول شغال، بس في الوقت ده بيكون فيه heavy work. فاحنا بنكون محتاجين ان احنا، يعني لو عندكم الفرصة لأي ست او اي بنت في الاول اسبوع في السايكل بتاعة المون، انك ترتاحي، تقعدي في السرير، تعمليش اي حاجة، حاولي تعمليش اي حاجة، بس تدلعي نفسك، تاخدي بالك من نفسك، تشربي هيربس تريح لك اعصابك والنيرفز بتاعتك، وتسهل لك الكرامبس بتاعتك، تعملي ريفلكشنز، تكتبي جورنالينج، ده هيساعدك جدا جدا. فاحنا المون كان يعني النهارده ده اول اسبوع في هلال لسه بيبتدي فيه. فالاسبوع اللي فات انا كنت بس برتاح وباخد بالي من مي وبحبها، وما بتمرنش حتى في الاسبوع ده. و I don't recommend ان الستات تتمرن في اول اسبوع في السايكل بتاعت المون. بس ممكن تعملي يوجا، ممكن تعملي ستريتشنج، الحاجات دي بتسهل جدا الحياة وبتحسن المود. احنا كده كده محتاجين يوجا طول الوقت عشان الانرجي بتاعتنا، الفلو بتاع الانرجي ما يقفش. محتاجين يوجا عشان نتحرك، او الستريتشنج، ومحتاجين ميه كمان عشان الميه دي فلو. فالانرجي حتى لو انت رحت عملت هيلينج سيشن في اي حته، شربتش ميه كفايه خلال اليوم، فالانرجي هترجع تاني تقف في مكان واحد. فمحتاج تشرب ميه طول الوقت، طول اليوم، عشان الانرجي تفضل في فلو، تفضل تتحرك في جسمك. فالسبب نرجع تاني ان انا ست، وكانت المون القمر عندنا كان اول اسبوع فيه، وانا ما بعملش حاجه قوي في الوقت ده غير ان انا برفلكشن وبسيت انتنشن، بفكر انا عايزه اعمل ايه بقيه الشهر ده لمي. انا كمان بسيت انتنشنز كل يوم، ودي طريقه حلوه جدا جدا. I totally recommend ان انتوا تعملوها في اول اليوم. هعمل حلقه نتكلم فيها اكتر عن الموضوع ده، بس بمناسبه ان انا بتكلم دلوقتي، اول يوم الصبح لما تصحى، لو قدرت قبل ما تفتح عينك بس تفكر انا حاسس ايه، وانا عايز اعمل ايه النهارده، وايه الاحساس اللي انا عايز اعيش النهارده ويفضل معايا طول اليوم. جرب. هتكلم اكتر في ازاي نطبق الحاجات دي في حلقات تانية. الحلقة النهاردة عايزة بس كنت اقول انا ليه منزلتش حلقات قبل كده، ونتعرف على بعض اكتر، تحسوا الفايب بتاعتي والطاقة بتاعتي. لو اي حد بيسمع ومش فاهم انا بتكلم في ايه، فممكن يكون الفيديو ده مش ليك، ف it's totally fine. انا بتكلم شوية على ازاي تلاقي نفسك، الصحوة الروحية بتاعتك، ازاي تتعرف على your authentic self. فممكن يكون انت شفت الفيديو ده بس نudge، عشان لما تكون جاهز تعرف ترجع لي تاني وندخل مع بعض اكتر بعمق اكتر في الموضوع. فانا سمعت اصدقائي المقربين واشتريت مايك، بس لسه ما وصلش. وكانت المون سايكل بتاعتي كانت ان انا ارتاح وما اعملش اي حاجه، فما عملتش اي حاجه.
وانا قلت ان انا هشتغل او ان انا هقدم البودكاست ده من الفيمينين انرجي بتاعتي، من الفلو بتاعي. فكنت مستنيه احس ان انا جاهزه. بس بجد انا كنت بفكر في الفيديو ده طول الشهر، طول الوقت. وكنت حاسه ان طول الوقت ان انا آم، برضو يعني احنا عندنا عادات، وساعات عقلك your mind your brain wanna take over. مهما انت حاولت طول حياتك وهيفضل موجود ده الصراع جواك بين المايند وما بين السول، انك تعيش الحاجات اللي انت حاسسها كلها. فهيفضل your brain اللي هو بيطلع منه الايجو بتاعك عايز يسيطر وعايز هو اللي يقرر. فيبتدي بقى يسحلك في قصص انه ده مش بيرفكت، شكلك هيبقى عامل ازاي، البرودكشن هيبقى عامل ازاي، طب اعملي انترو، طب اعملي اوترو، طب اعملي مزيكا. لان ده برضه كومنت من الحاجات اللي جات لي، انه انا نزلت الفيديو المره اللي فاتت بمزيكا I edited، يعني ما كانتش موجودة. فلقيت حد بيقول لي بس have your own unique حاجات، وده برضو سحل في دماغي شوية. انا بسمع بانالايز وبحاول على قد ما اقدر ان انا اخد الحاجات المناسبة ليا واقول لا ان الفكرة دي مش مناسبة ليا. فانا بس يعني بسمع جدا وبشوف ايه اللي انا ينفع اخده وايه اللي مناسب معايا ومع الفاليوز بتاعتي مع الاوثنتيك معي، واخد منه الحلو واشوف ايه اللي مش مناسب ليا. فكنت بفكر فعلا في كل الكومنتس اللي جايه لي، لان انا الهدف ان انا اقدم لكم في الاخر لو ده برودكت ان انا اقدم لكم احسن برودكت في احسن صوره باحسن طريقه باسهل طريقه. كنت بفكر برضو شويه في الفلو بتاع الكونتنت. وبعدين رجعت تاني حسيت انه ده very masculine، ده طاقة ذكورة قوي، انك انت تفضل مرتب كل حاجة. انا هعمل كذا، هقول في اول 2 minutes كذا، بعديه كذا، بعديه كذا. it's nice دايما ان انت يكون عندك notes تبقى عارف انت هتتكلم في ايه، انه في زي bullet points. بس سيب الفلو يمشي، وهو ده اللي انا بعمله. مش بفكر ان انا بقول ايه او ما بقولش ايه، وايه ينفع وايه ما ينفعش، وشكلي هيبقى عامل ازاي وانتوا هتفكروا فيا ازاي. لان انا بقدم ده عشان تعرفوني. ولما انتوا تعرفوني هتعرفوا يعني هتحسوا بالفايبريشن بتاعتي، هتحسوا بالانرجي بتاعتي، يبقى في بينا كونكشن. فالكلام اللي هقوله حتى لو انا مش بوصل بيه المعلومة 100%، بس انتوا هتحسوا الانرجي اللي خلف الكلام، الانرجي اللي طالع منها الكلام. هتحسوا بقلبي. انا بعمل الموضوع ده من قلبي. نفسي زي ما قلت لكم غير العالم كله. نفسي ان وعينا يزيد. نفسي ان كل الناس تحس الحاجات اللي انا حاساها، عشان هي مكان حلو قوي وحاجة حلوة قوي. بس نفسي ان انتوا تبقوا انتوا، مش تبقوا انا، او مش تبقوا بشكل معين. حتى لو الشكل ده مش هيتفق معايا انا، او بالفاليوز بتاعتي او بالمورالز بتاعتي، لانه انتوا هتعيشوا انتوا مش هتعيشوا انا. فهي دي الفكره، انك انت حتى لو ممكن نعمل سيشنز مع بعض، نبتدي نحفر شويه، نطلع حاجات نفكها نحلها نعالجها. ممكن الحاجات دي ما تكونش يعني doesn't reflect، مش بتعكس انا مين، بس هتعكس انتوا مين. فدي فكره مهمه. ايه كده كمان. فقررت ان انا اسمع شويه حاجات، وبعدين رجعت تاني قررت انه انا قاعده مستنيه، وانا حسيت دلوقتي ان انا عندي فلو، فانا هعمل الفيديو. فعملت كده. لقيت كان عندي المايك ده من زمان، كنت بعمل فيديوز بعمل فيها ماركتينج لريل استيت في دبي وفي مصر. كان موجود عندي هنا، فقلت اجرب اشوفه شغال ولا لا. هوبفully يكون شغال ويطلع في الاخر الصوت كويس. الهدف ان انتوا يوصل لكم الصوت، والهدف ان انتوا يوصل لكم الطاقة اللي ورا الكلام اللي انا بقوله. فحاولوا ان انتوا تفتحوا قلبكم، تفتحوا جسمكم، وتفتحوا طاقتكم ان انتوا تستقبلوا، لان دي حاجة مهمة جدا. فحاولوا تاخدوا يعني نفس كده، استقبلوا اكتر. انتوا كده بتوسعوا الهالة بتاعتكم، الطاقة بتاعتكم، ان انتوا تستقبلوا اكتر. لان انا متأكدة ان الطاقة اللي جوايا، انا لسه دي تاني حلقة
آم، الطاقة اللي جوايا هتوصل لكم احلى لو احنا الكوميونيكيشن بينا بقى بالطريقة دي، الكونكشن بينا بقى بالطريقة دي اكتر من الكلام اللي انا بقوله. لان انا قلت انا مش فصيحة في اللغة العربية، متكلمش كتير، فمش هعرف الاقي الكلام اللي مظبوط. شوية بقول بحاول اجمع كلمة من انجليزي، كلمة سويدي، كلمة عربي. بحاول على قد ما اقدر ان انا اتجنب اتكلم سويدي خالص، لانه انا عارفة ان احنا في البلاد العربية والبلاد الافريقية كمان، يعني مصر وتونس والجزائر، بنفهم الكلام العربي وبنفهم كلام انجليزي، لان احنا متعلمين انجليزي في المدارس من واحنا صغيرين. وعارفة ان السويدي مش لغة popular، ومفيش ناس كتير بتعرفها. وانا الفيوتشر بلان انه يبقى فيه ترجمة بالسويدي او بالانجليزي على الفيديوز في المستقبل. بس right now احنا بنشتغل بالريسورسز اللي موجودة عندنا دلوقتي، نحاول نطلع منها احسن برودكت. ازاي تعرف نفسك انت مين؟ عايزة اقول لك شوية حقائق هتكون شوية ممكن تكون شوكينج، وممكن تكون سمعت الكلام ده قبل كده. والهدف ان احنا نعمل ريفرش، وان احنا الحاجات اللي بنسمعها نأكتيفيتد. يعني آه، انا هقول لك على فكرة، الفكرة دي ممكن تموتيفيت يو انك انت تتفكر، اللي هو بعد الفكرة. سمعت فكرة، سمعت فيديو، سمعت بودكاست، وات ايفر، سمعت، كنت في ورك شوب وسمعت حد، خدت الكلام تمام كويس جدا. دي اول مرحله جميله جدا. بس عشان نوصل لنتائج لازم نأكتيفيت، يعني لازم انت تقعد مع نفسك تفكر في الكلام ده، تشوفه هو فين. واهم من الكلام ان انت تفكر انت فين، انت مين. كنت بسمع بودكاست لدكتور اسمه احمد عثمان على اليوتيوب، فلخص الحته كده. قلت ان انا لو قلت لكم عليها مع احترامي طبعا للدكتور، انه ده ممكن يكون يفهمكم اكتر. هو كان بيقول ان انت مش اي حاجه انت عملتها، او اي بني ادم طبعا تاني عملها. يعني انت مثلا مش ولادك عشان انت اللي كنت السبب في انك انت تعملهم. يعني فانت لو عرفت نفسك قلت انا اب، ده مش انت. انا زوج، انت اللي اتجوزت، ده يعني اكشن، حاجه انت عملتها، كان ممكن ما تعملهاش، فده مش انت. انت مش وظيفتك، لانك ممكن تشتغل اي حاجه تانية. يعني لو انت مهندس فعرف نفسك فتقول انا المهندس فلان الفلاني، اهلا وسهلا، بس انت مش ده. يعني دي this is not your authentic self. فانت مش وظيفتك، انت مش اسمك، لانك اسم عيلتك ده حاجة انت، ده ورث يعني انت واخده من اجدادك. اسمك الشخصي اللي هو الفيرست نيم بتاعك ده والدك ووالدتك المحترمين هما اللي ادوهولك. حتى لو غيرت اسمك فده برضو مش انت، لان دي حاجة انت اللي عملتها، انت اللي اخترتها. فاي اكشن انت بتعمله في ال 3 دي وورد، في الدايمنشن اللي احنا عايشين فيه، في الحياة اللي شكلها زي الجيم فده مش انت. فانت محتاج تعرف انت مين. انت مش هواياتك برضو. يعني لو انت مثلا، لان دي دايما سؤال الناس بتساله، ممكن تعرف نفسك فتقول مثلا انا اسمي فلان الفلاني، اشتغل الحاجه الفلانيه، اب وعندي 3 عيال، زوجه، و وات ايفر ومثلا وهواياتي ان انا بلعب سباحه او بلعب سكواش او وات ايفر. فالحاجات دي برضو doesn't define you as a human being or as a person. انت محتاج to dig deep to find yourself, who you are, who you really are. مش قصدي اتكلم انجليزي انت مين، وانت حقيقتك ايه، وانت موجود هنا على الارض عشان ربنا خلقنا لسبب. كل واحد عنده رسالة، انت محتاج تلاقي كمان الرسالة بتاعتك. اوقات كتير بنكون موجودين في اماكن او بنكون بنتكلم مع ناس وبنكون
مثلا ناس بتتكلم على حد تاني، بعيدا عن ان الجوسب حاجه مش كويسه خالص، بس يعني ما علينا، بتحصل كتير في مجتمعاتنا. فتلاقي مثلا حد بيتكلم على راجل في العيله عمل تصرف معين، وانت بتفكر انك طب ما هو ليه حق ان هو يعمل كده، بس لمجرد ان انت قاعد في وسط كوميونتي، الكوميونتي ده بيقول ان ده تصرف مش كويس، فانت بتلاقيه مش كويس، مش المفروض كان يعمل كده، ده غلط كبير ان هو عمل كده. فانت بتخنق صوتك، ما بتطلعش صوتك الحقيقي، ودي حاجه بتعمل لك بلوك لانك انت مش عايش حقيقتك. فانا بكلمكم في يعني حاجات صغيره تفتح معاكم يعني طرق تفكروا بيها، تتفكروا بيها فيما بعد ذلك. بس انا بديكم اكزامبلز. لو انتوا محتاجين نتكلم اكتر في الموضوع ممكن تحجزوا سيشن معايا ونتكلم اكتر في الموضوع ونديك ديب، واقول لكم اديكم تولز اكتر. انا مش بحاول ان انا يعني اسيف اي حاجه ان انا اديها لكم في سيشن برايفت، بس انا بحاول ان انا ادي جنرال ايديا للناس اللي بتسمعني، عشان لو هم هيشتغلوا لوحدهم يبتدوا يعملوا ده، واقدر اديكم اكبر كم من المعلومات او الجايد لاينز اللي ممكن تساعدكم لما يكون حد عايز حاجه. يعني انا مش مخبيه حاجه مش عايزه اقولها واخبيها يعني لحد في برايفت سيشن، بس انا بحاول ادي اكتر معلومات. بحاول ان انا اكونكت معاكم برضو، ان انتوا تتعرفوا عليا. المهم فدي حاجه مهمه ان انتوا تقعدوا مع نفسكم. مديتيت. انا عارفه ان ده موضوع كبير قوي هتكلم فيه في حلقه لوحده، بس مديتيت. مديتيت مش معناه انك انت لازم تعمل زي المونكس، يعني تقعد على الارض ممكن وانت نايم في السرير غمض عينك، مفيش حاجة حواليك، كل وانت ماشي انزل امشي في الجنينة شوية. من غير حاول ان انت تتجنب المزيكا، بس لو المزيكا بتساعدك ان انت تريلاكس اعملها بمزيكا. حاول تتجنب انك تسمع اغاني وانت لو انت عايز تفكر في حاجة. بس لو برضو دي حاجة يعني هي كل حاجة مراحل، فاحنا مش هننط من ستيب 1 لستيب 10. اقعد بس مع نفسك، فكر هو انا مين، انا عايز اعمل ايه، انا جاي هنا ليه، انا مين، بعيد بقى عن كل الحاجات دي. ايه كل الحاجات دي كمان؟ انه اي حاجة حواليك في المكان اللي انت فيه انت شايفها او لامسها، دي مش حاجة مش حقيقية، يعني ده مش انت، ومش هيكون ليها اي علاقة بيك خالص. دي حاجات ليها علاقة بال 3D dimension اللي احنا عايشين فيه على الارض في الوقت الحالي اللي كلنا عايشين فيه. فدي حاجات ملهاش علاقة خالص بروحك، ملهاش علاقة خالص بوجودك، ملهاش علاقة خالص برسالتك. ديك ديب، فكر انت مين. في البلاد العربية انا بتكلم عربي، فعشان كده يعني it's more relevant ان انا اتكلم عن البلاد العربية، بس هقارن برضو لان انا عايشة في بلد اوروبية. احنا عايشين طول حياتنا واخدين من الميديا ومن النيوز طول الوقت ان احنا fear، خوف. والخوف ده من اكبر الاحاسيس اللي بتخلي الناس لسه. يعني صديق ليا كان قايل لي على البرسنتج امبارح بس انا نسيتها برضو. ازاي الخوف هو اكبر احساس بيخليك overwhelmed، فبيوقف التفكير. لما بنوصل للمرحلة دي وفي بلادنا العربية بسبب ان احنا عايشين طول الوقت بسترس انه لازم تعمل لازم تعمل لازم تحقق لازم تحقق لازم تحقق، فاحنا عايشين طول الوقت في survival مود. والمود ده هو المود اكتر مود بيفصلك عن حقيقتك، انك طول الوقت خايف وعايش في survival مود. ما طبيعي يعني مفيش بني ادم كرييتيف هي كرييت اي حاجه، وانا عايزك تكرييت حقيقتك. اوكي يعني you will discover it، انت مش you will create it، بس you will create your life based على الديسكفري بتاع حقيقتك. اوكي يعني خليكم شويه معايا. فطول ما انت في survival mode
طبيعي جدا. انت بتعمل ايه في سرفايفل مود؟ عايز تنجي نفسك، عايز تنجي اسرتك، عايز تنجي اصدقائك، وبعدين عايز تحقق امان لعدد سنوات متتالية، وعايز you are hunting يعني for food, you're hunting for shelter في المسكن. يعني كل تفكيرك بيدور عن انك ازاي تعمل فلوس، ازاي الناس تشاور عليك وتقول انه ده كويس فبتدور على منصب، انك بتدور على تعمل الحاجات الأساسية اللي بيقولوا انك انت تبني أسرة، تخلف عيال، تلحق قبل ما تكبر، تلحق قبل ما القطر يفوتك، تتجوزي، تلحقي، وهكذا. فالسرفايفل مود ده اكتر مود احنا بنكون عايشين فيه بيفصلنا عن حقيقتنا. لانك طبيعي جدا لو انت موجود في غابة بيجري وراك اسد، فانت مش هتفكر ساعتها I want to meditate واشوف انا حقيقتي ايه. لا انا عايز اجري وعايز استخبى، وعايز بعد ما اجري واستخبى اشوف انا هاكل ازاي، وعايز بعد ما اجري واستخبى اشوف انا هاكل ازاي، اشوف انا هغطي نفسي بايه عشان الدنيا هتضلم وهتبقى ساقعه، وهحمي نفسي ازاي بين انه محدش يلاقيني، وهكذا. فلازم تطلع من السرفايفل مود ده عشان تلاقي بيس، تعرف تلاقي فيه نفسك، هدوء. الهدوء ده اكتر حالة انت هتقدر فيها تعرف مين انت وتكتشف حاجات كتير قوي عن نفسك. عشان كده في ناس كتير بتخاف لما الدنيا تبقى ساكتة. لما الدنيا تبقى ساكتة انت بتسمع نفسك اكتر. لو انت جواك خوف فالخوف بي overwhelm you. لو انت جواك joy فهتبقى very peaceful. انا بحب اقعد مع نفسي جدا، انا بحس ان دي احسن اوقات انا بقضيها في حياتي، مع احترامي وحبي الشديد لكل الناس والاصدقاء اللي في حياتي. بس وانا قاعده مع مي، يا الله، دي احلى حاجه في العالم. في ناس كتير ما بتبقى عايزه حركه وعايزه دوشه وعايزه ناس حواليها طول الوقت. ليه؟ لان هي مش متصالحه مع نفسها ومش متصالحه مع اللي جواها. فلما بيبقى الناس مش موجوده، لما بيبقى الاكتيفيتيز مش موجوده، لما بيبقى الاتنشن مش موجود، فده معناه ان هم هيودوا الاتنشن فين؟ ما هيودوه على نفسهم. فبيبتدوا يكتشفوا حاجات هم مش عايزين يكتشفوها، هم مش عايزين يعرفوا الحقيقه دي، هم مش عايزين يشوفوا هم هيعالجوها ازاي، هم مش عايزين يفكروا في اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. فهدوء، شويه هدوء، اقعدوا مع نفسكم، اشربوا هيربس، شويه كموميل، شويه نعناع عادي، شويه ينسون، تمام. وتنفسوا. التنفس من اكتر الحاجات اللي بترجعنا لجسمنا. يعني احنا فاصلين بين جسمنا وبين عقلنا وبين your soul، روحنا. فالتنفس بيرجعك لجسمنا. احنا عايزين المايند يسكت شوية عشان نسمع، نلاقي روحنا. طيب المايند ممكن ثانية واحدة، مش عارفة I don't think I will edit it، بس يعني المايند محتاجين ان هو يسكت. في الاول مش هيسكت، لان احنا قلنا ان الايجو فوق بيبقى عايز ان هو دايما هو اللي مسيطر. هو عنده مشاعر معينة هو متعود عليها مش عايز يغيرها، هو عنده باترن هو مش عايز يغيرها، لان هو he feels comfort في المشاعر دي. مش عشان هي حلوة، مش عشان الخوف حاجة حلوة، بس عشان هو حاجة familiar، هو عارفها، متعود عليها. ف عايز يفضل في الحتة دي، مش عايز يخرج يشوف حتة تانية. هو مش عايز يتطور، مش بيدور على ده، مش ده هدفه. هو هدفه ان هو يفضل مع الحاجة اللي هو عارفها. فعشان كده التغيير دايما بيكون صعب، وهو ده هدفنا، ان احنا نتغير للأحسن طول الوقت. اعتقد انه ثانية واحدة،
عشان if I edited الحتة دي هرجع تاني. هدفنا ان احنا نتغير للأحسن، ورحلة التطور دي جزء من رسالتنا على الأرض. دي نظريتي أنا. ربنا خلقنا عشان نتطور كل يوم ونتحسن، ودي سايكل عمرها ما هتخلص، هتفضل عايشة معانا طول الوقت. فنرجع تاني، هنحاول ان احنا نقعد مع نفسنا، نفكر نشوف ايه اللي جوانا. مش هنلاقي إجابة من أول قعدة، مش هنلاقي إجابة من أول meditation. it will take time بس it's worth it. انتم تستاهلوا الوقت ده، تستاهلوا الوقت ده من نفسكم، تستاهلوا الوقت ده من الاتنشن بتاعكم. لما الأفكار تجيلنا خليها تيجي. تمام، أنا بفكر أنا هعمل إيه في الشغل بكرة. تمام، قول لدماغك اوكي ماشي، دي فكرة كويسة جدا، انا لازم ابلان، بس انا I will plan بكرة الصبح، او انا I will plan كمان ساعة. فتhank you انك فكرتيني يا دماغي بان انا المفروض ابلان. خليك grateful، ما تعنتش انه لا دلوقتي انا هوقف تفكير I will block all my thoughts. مش تعمل كده. خليك ممتن ان الفكرة جات لك، لان ده your mind is doing something to help you. بيفكرك انك بكرة في الشغل عندك حاجة مهمة you need to plan it. فنقول شكرا. انا بس هأجل الثوت ده دلوقتي عشان انا مركز بفكر في حاجة تانية، وهرجع له واعمل الموضوع ده كمان ساعة او كمان ساعتين او بكرة الصبح او whatever. خليكم دايما ممتنين للثوت اللي هي بتجيلكم، عشان هي متعودة. انت ما هو انت بقالك مش عارفة 20 سنة شغال، 30 سنة عايش، 40 سنة، يعني الايدج مش مهم، ماشي بسيستم معين. فانت دلوقتي عايز تغير السيستم ده عشان ترجع تاني كأنك بيبي. انت بتكتشف نفسك تاني، والهدف ان انت ترجع لفطرتك اللي انت اتولدت بيها. عشان كده بيقولوا لك ان الولاد والاطفال في اول السنين اللي بتولدوا فيها بيكونوا سبونج، بياخدوا اي افكار انت بتديها لهم. واحنا مش المفروض ان احنا يعني في البلاد الاوروبيه هنا ما بيدوهمش اي افكار، عشان بيسيبوهم يحسوا نفسهم عايزين ايه، يشوفوا الميول بتاعتهم، يكتشفوا نفسهم. بيسيبوا الاطفال تكتشف نفسهم. البلاد العربيه احنا شويه بنكبتهم بس. فانت دلوقتي محتاج انك انت ترجع. الهدف بتاعنا من كل المشوار ده ترجع لفطرتك اللي انت اتولدت بيها، اللي ربنا خلقك عليها وعشانها. اتمنى ان انا اكون فتحت لكم شويه بوينتس كده تقعدوا تفكروا فيها. اتمنى ان انا انزل فيديو تاني قريب او بودكاست، لانه انا البودكاست كمان على سبوتيفاي، ودول التو شانلز اللي انا موجوده فيهم. انا موجوده على لينكد ان كمان لو حابين تتواصلوا معايا، وبعمل تيليجرام جروب عشان يبقى عندنا كوميونيتي. التفاصيل دي بتكون موجودة على الديسكريبشن في الفيديو، فبصوا عليها لو انتوا حابين تتواصلوا معايا او حابين ان انتوا تبقوا جزء من الكوميونيتي. مبسوطة جدا جدا ان احنا بنتواصل مع بعض، واتمنى ان انا اكون مفيدة حتى لو لشخص واحد، واتمنى ان انا ابقى مفيدة للعالم كله، والناس كلها تتغير وتلاقي نفسها وتعيش حياتها وتعيش احلى حياة ربنا خلقها عشان تعيشها. يومكم جميل، بعت لكم طاقة حب ونور، و I'm so grateful ان انا هنا وان انا في طريقة اتواصل معاكم بيها. فشكرا ليكم جدا اللي بتسمعوا، ويا رب تسمعوا دايما. والموضوع اشتغلوا على الموضوع activated يعني خدوا الكلام وحاولوا تفكروا فيه شوية اكتر. وبس يومكم جميل، حب كبير قوي.